من يوم 29 نوفمبر 1893 كان عيد فرحت به الكنيسة، هو يوم تأسيس الكلية الإكليريكية بالأنبرويز بالعباسية. وبقى كل سنة يوم 29 نوفمبر هو يوم غالي على كل الإكليريكيين في كل العالم. بنحتفل مع بعض، بنفرح مع بعض باستقبال دفعات جديدة وتخريج دفعات، ودايما قداسة البابا بيباركنا وبيفرحنا وبيشرفنا بالحضور وبالمشاركة في هذه الاحتفالية. الكلية الإكليريكية منذ أن بدأت في عصر القديس ماري مرقس، وهي مهتمة جدا جدا بالعلوم اللاهوتية. بتستقبل الطالب من كل أرجاء الجمهورية تحت رعاية وإرشاد قداسة البابا، وكل البابوات حقيقي مهتمين جدا جدا بالكلية الإكليريكية وبالتعليم اللاهوتي. قداسة البابا كيرلس جه وزار الكلية الإكليريكية واهتم بيها جدا. قداسة البابا شنودة الثالث كان بيدرس في الكلية الإكليريكية وليه منهجه وليه تعليمه في الكلية الإكليريكية. وجه قداسة البابا توادرس باهتمام عالي جدا للتعليم في الكلية الإكليريكية، اهتم بالطالب، اهتم بالمدرج، اهتم بالتعليم بصورة عامة. سيدنا البابا بيشارك معانا في التدريس في الكلية الإكليريكية في منهج العهد الجديد، وبنفرح جدا وبيكون يوم مفرح جدا لما قداسة البابا بيكون موجود معانا في مدرج الكلية بيشارك الطلاب وبيعلمهم مفاتيح في العهد الجديد. الكلية بتستقبل الطلاب بعد الاختبار الشخصي في أول شهر أكتوبر. الطالب اللي حابب يدرس عندنا في الإكليريكية أهم حاجة بيجيبها معاه شهادة المؤهل الجامعي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية وتزكية الأب الأسقف. بنفحص الورق، لو الورق مظبوط بيبتدي يخش في عدة اختبارات، أو أهمهم هو الاختبار الطبي عشان نطمن على صحته، ويليها اختبارات تحريرية، معلومات عامة في الكنسية، في الكتاب المقدس، في الطقس، في اللاهوت، في العقيدة، ثم الانترفيو مع أبونا الأسقف وكيل الكلية ومجموعة من الأساتذة. اجتاز كل الاختبارات ديت بنجاح، يبقى كده الطالب اتقبل في الكلية الإكليريكية وسجل اسمه في صفوف طلبة الكلية. الطالب بيقيم في مبنى في الداخلية، مبنى سكن إقامة، بيتوفر له كل طلباته علشان يتفرغ طول الوقت للدراسة والعبادة. بيبدأ يوم الصبح بالصلاة، الوضع الطبيعي كل يوم إن في صلاة باكر وتناقش باكر وإصحاح من الكتاب المقدس. وفي 3 أيام الطالب بيصلي فيهم قداسات الكلية كلها مع بعضيها، الأربع والجمعة والأحد. القداس بيخلص الساعة 8، بينزل يتناول وجبة الإفطار في مطعم الكلية مجهز وخاص بيهم. يبتدي دراسة في اليوم الدراسي الساعة 8:30 لغاية الساعة 1 بيستمر في الدراسة. القسم الصباحي بيتميز في الكلية الإكليريكية بالأنبرويز بالمكان اللي بيقيم فيه الطالب، عشان كده بنوفر للطالب المكان المريح من الغرف أو المكتب أو الأساس اللي بيضمن ليه إقامة مريحة جدا. بنوفر له كل المتطلبات بتاعته لأن ده مكانه. الدراسة عندنا في الكلية 5 أيام من الاثنين للجمعة، والطالب له الحق إن ياخد أجازة. فالأجازة بتاعتنا بتبقى يوم السبت والحد. أسابيع بيستخدمها في الخدمة العملية، وأسابيع ممكن ينزل فيها أجازة، بيجي يتقدم بطلب أجازة يتوافق عليه من أبونا الأسقف. الطالب يروح أجازة لبيته ويرجع ويمارس الخدمة بتاعته. الساعة 2 بيتوجه للمطعم يتناول وجبة الغداء، وبعد كده بياخد فترة في المبنى سواء يرتاح فيها أو يذاكر دروسه لغاية الساعة 8. بنصلي مع بعضينا صلاة الغروب والنوم. بيهتم جدا بصلاة القداس، يهتم جدا بصلاة العشية. تواجده في الكنيسة، في كنيسة خاصة موجودة في السكن وكنيسة موجودة في مبنى الدراسة.
للاهتمام بالحياة الليتورجية عند الطالب الإكليريكي. طالب الداخلية بيقعد في الداخلية طول الأسبوع يعني تحت إشراف روحي في أيام السبوت والأحد بالذات اللي هي ما فيهاش دراسة. الدراسة 4 سنين بيحصل بعدها الطالب على بكالوريوس العلوم اللاهوتية ويبقى خريج الكلية الإكليريكية القسم النهاري أو القسم المسائي. اتعودنا في الكلية الإكليريكية أثناء المحاضرات أنه بيكون النشاط اللي بيعمله الطالب أثناء دراسته لازم يكون طريقة بحثية، هو اللي بيدور على المعلومة، هو اللي بيدور على المادة أو الكتاب نفسه أو المرجع. علشان كده الكلية بتوفر لنا المكتبة عن طريق الكتب أو المكتبة الإلكترونية. نجاح الخدمة في المكتبة بيتوقف على سهولة الوصول للكتاب وتقديم الخدمة بشكل سريع للمستفيد. عندنا مكتبة كبيرة جدا بيجي فيها الطلاب بيشاركوا بيقروا بيبحثوا علشان يكون هو باحث عن المعلومة مش متلقن، بالعكس بيبقى في فرصة جميلة ان هم يكونوا بيقروا وبيدوروا في المكتبة. بتقدم المكتبة لطالب الكلية الإكليريكية ولكل من يرتادها كتب غزيرة جدا تزيد عن حاجته اللازمة للبحث، وبالتالي بينتجوا أبحاث غنية جدا جدا، حتى إن كل واحد بيعمل بحث بيرجع للمكتبة بالشكر وبيقدم نسخة مكتوبة من الرسالة اللي قام بيها، سواء كانت دبلومة أو ماجستير أو دكتوراه. برضو الكلية بتعمل للطلبة أنشطة زي كل شهر بنعمل يعني حفلة لأعياد ميلاد الطلبة اللي في الشهر دوا. في أيام بنقضيها برا في السبوت أو الأحد في كنايس معينة أو في أديرة معينة كناحية روحية وترفيهية معا. في رحلة سنوية الطلبة بتطلعها مجمعة مع بعض لزيارة علمية ثقافية دينية يعني متعددة الأغراض. الطالب بيمارس هنا الرياضة، عندنا في الكلية متاح إنه يلعب كورة، بينزلوا يلعبوا مع بعض في أيام الاثنين والخميس بالذات بعد الظهر. برضو متاح ليهم إنهم يلعبوا بينج. كل الأنشطة دي متوفرة علشان يبقى في ترابط وبيبقى في علاقة حلوة بينهم وعلاقة أخوة وتربية روحية سليمة. لازم الإكليريكي أثناء تواجده في الكلية يحس أن الكليريكية دايما هي أمه التانية، هو بيته اللي بيستريح فيه واللي بيكون فرحان فيه، بيتقبل العلوم وأيضا بيتقبل الحب وبيستقبل كل يد بتساعد من الآباء والأساتذة اللي بتدرسوا، لأنه الحياة في الكلية الإكليريكية هي معتمدة على التلمذة. فالطالب هنا بيتكون ويعاد تكوينه روحيا تحت إشراف روحي، لاهوتيا في دراسته في مناقشاته في المكتبة في مذاكرته كتابيا، في علاقاته بيطلع طالب اجتماعي إلى جانب أنه بيدرس علوم اجتماع، بيعيش الحاجات دي بصورة عملية. فبرنامجه فيه جزء ترفيهي، في جزء ثقافي، في جزء تعبدي، عشان خاطر يتكون بصورة متكاملة بقدر الإمكان. فخورين جدا بالطفرة اللي بتحصل في التطوير والتعمير في الكلية الإكليريكية خلال الفترة السابقة في عهد قداسة البابا تودرس. حقيقي اهتم جدا جدا بأنه يكون المدرج على مستوى عالي جدا من استخدام الأدوات الحديثة من حيث استخدام التكنولوجيا أو استخدام الشاشات الذكية عشان نوفر للطالب فرصة كويسة جدا ازاي يكون بيحصل العلوم اللاهوتية. الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية هي قلب الكنيسة، هي اللي بتقدم للكنيسة رعاة معلمين روحانيين لخدمة الكنيسة. عشان كده دور الكلية على ممر العصور هو إعداد كوادر قبطية أرثوذكسية روحانية قادرة على الحفاظ على الأمانة الأرثوذكسية وتوصيلها لأولادنا والأجيال جيل بعد جيل.